ادي اللي كنا متوقعينه حصل. مع الاسف اللي كنا متوقعينه حصل. كل اللي كنا متوقعينه حصل، وقرارات كلها ضد النادي الاهلي. انا معرفش اهو، بسبب موضوع الانسحاب بتاع ماتش الزمالك، وهيتخصم 3 نقط من النادي الاهلي في اخر الموسم. وطبعا اتخصم منه ال3 نقط بتوع نادي الزمالك بتوع ماتش الزمالك، ويعتبر الزمالك كسبان 3-0 زي ما قلت لكم بالظبط. اصل هي 1+1=2، وده كله بسبب القرار الخاطئ من الاداره اللي معرفش اتاخد ليه. عشان يعني ما نلعبش الماتش عشان ايه معرفش. حكام مصريين، وهنكمل البطوله بالحكام المصريين. ما انت يا كنت تنسحب خالص يا ما كنتش تنسحب. يعني ده اللي كان المفروض يتعمل. خلاص، طالما انت خلاص ارتضيت اهو دلوقتي وهتلعب، وعمالي بتقول هلعب، وبتنوه في قناة النادي الاهلي كل شوية هنلعب الدوري وهنلعب الدوري. طب ايه لازمته؟ يعني ايه لازمته القرار من الاول ان انت تنسحب؟ اديها كل قرارات اهو، القرارات كلها جايه ضدنا. ده اللي احنا خدناه بس. عشان ايه يعني؟ مش فاهم انا. ما كنت تلعب يا عم الماتش وخلاص يا عم. والقرارات هي كلها ضدنا، وهيتعمل غرامة، وهيتعمل الخصم بتاع ال3 نقاط في اخر الموسم، وخسرت ماتش الزمالك كمان. الموضوع جاي كله بخسارة، وهي كله خسارة بخسارة. يعني خلاص، انت كنت طالما انت كده كده ميت كنت تلعب الماتش وخلاص. وبعدين كنا نعترض بقى براحتنا، او كنا بعد كده خلاص كنا ننسحب، طالما هي العملية ماشية كده. بصراحة يعني حاجة غريبة جدا. يعني انا مش عارف، يعني المفروض اي قرار بيتاخد يبقى مدروس، يا ما كانش يتاخد من الاول.